الآن يناديك المنبر فاصدح بالحق ولا تحزن فمقامك هذا لو تدري هو أعظم. الله أكبر. أعلنها للناس الآن وانصر مظلوما قد هان. كم أبكى المنبر خطباء قاموا كي يرضوا السلطان. اشهد يا منبر هادينا لخطيب قد نصر الدين. لم يخش سوى الله بحق فأتاه الناس محبين. لم يخش سوى الله بحق فأتاه الناس محبين. الآن يناديك المنبر. إنني ما زلت أكرر الدعوة إلى الذين يكتبون التقريرات، فقد كنت في استدعاء يوم الأربعاء الماضي أقول له كفى كتابة فإن الخطبة تسجل بالحرف. ثم أعقب على هذا بقولي أنا لا أخشى التهديد من أحد، وإن هذه العمامة المتواضعة لن تسجد ولن تركع إلا لواحد، هو الله وحده. أيها الإخوة الأعزاء، إن هذه العمامة لن تركع ولن تسجد إلا لواحد. لا يليق بعمامتي أن تسجد لغيرك يا رب. لماذا؟ لأن هذه العمامة التي أضعها فوق رأسي لفها محمد نبيك بيده. اسمعوا هذا، إن هذه العمامة لفها محمد. كانت أمنيتي قبل أن أموت أن أرى رسول الله في المنام. رأيت أبا بكر وهو واقف أمام قبر المصطفى، ولما رأيته كنت في شدة يكاد الرضيع لها أن يشيب. فقال لي أبو بكر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسألت الله أن يريني حبيبه، فأنا حبيبه وأنا خادمه وأنا الأمين على فتواه وعلى شرعه. وعلمت هذه الليلة وكانت ليلة مولد النبي. رأيت الحبيب في أشرف حالاته، رأيته في أحسن حالاته. إنني أعرض هذا المنام لا ليقال شيء، إنما لأقول إن هذه العمامة لا يمكن أن تركع وتسجد لغير الله. رأيت الحبيب في أحسن صورة، رأيته يصلي إماما، ورأيت وراءه صف كبير من البشر لا أستطيع أن أصف النور الذي في وجوههم. وقلت في نفسي من هؤلاء الذين يصلون خلف الحبيب محمد؟ وإذا بالنداء أسمعه وجيء بالنبي
الشهداء وصليت وراه، صليت وراه، وبعدما فرغ من الصلاة التفت إلي ولف بيده الشريفة عمامتي. هذه العمامة لا تسجد إلا لك، لا تركع إلا لك، أمينة على شرعك. أنا لا أخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات. لا أخشى التهديد، فلقد هددت سنة 66,900 عندما أرسل إلي المشير بعض رجال مخابراته في مسكني، وجلسوا معي بعد العشاء وقالوا لي إننا من طرف فلان، وهو يقول لك بالرغم اخطب الجمعة عن إباحة دم سيد قطب، وأن دمه مباح ودمه حلال. حلال حلال يا مفترون بالأمر. قلت أنا لا أعرف الأمر إلا من واحد، هو الذي يقول قل إن الأمر كله لله. فاستعمل معي أسلوب التهديد، إنك ستدفع الثمن. قلت وما الثمن؟ قال أنت تعلمه. قلت مرحبا بالثمن إذا كان نجاة من عذاب النار يوم القيامة. وخطفت الجمعة يومها وصدرتها بقول الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اقول هذا الكلام في وقت كان اصحاب العمائم الكبرى يخطبون في المحافظات ويفسرون للشعب المسكين قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. قلت سبحان الله، سيد قطب يحارب الله ورسوله، الرجل الذي فسر القرآن من ألفه إلى يائه يحارب الله ورسوله. ومات أصحاب العمائم ومات أسيادهم معهم والجميع الآن بين يدي الله، بين يدي الله. لا تركنن الى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخرة. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي في سبيل رضا الله؟ ودفعت السماء ودخلت السجن حولين كاملين من اجل الامتناع عن فتوى نعم، لانها فتوى ستجعل جسدي جسرا الى جهنم. الفتوى امانة، الفتوى امانة، ونحن جميعا تحت اطباق التراب سنصير، والبقاء للحاكم العادل وحده. واسألوا وكيل المخابرات الاسبق عن المرض الذي يشكوه. اللهم لا شماتة وانما هي عبرة لمن يخشى، فاعتبروا يا اولو الابصار، فالليل مع ما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مع ما طال فلا بد من دخول القبر. يا رب يا رب يا رب، انا لا املك الا انت. اسألك
وانا واقف الان بين يديك ان من ارادني بسوء ليطفئ النور في هذه المنطقة اجعلك في نحره، اجعلك في نحره. اجعل تدميره في تفكيره واجعل كيده في نحره.